يا رب اختر لي ولا تخيرني، واكفني من شتات العقل وحزن القلب وحيرة النفس، وارزقني طاقة بها أعيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. الجو برد، والبرد ده محتاج حاجة تدفينا، ومش هيدفينا غير طبق العدس المتين. زي ما احنا عارفين ان شوربة العدس دي أكلة شعبية بيحبها الكبير والصغير. زي ما احنا شايفين انا بحبه يكون زي ما تقله بالمنظر ده، يعني لا خفيف خالص ولا تقيل قوي. وبضيف زي ما احنا شايفين ليه زي ما احنا شايفين الشعري، بحبها بتكون فيها بتديله طعم حلو. زي ما احنا شايفين كده العدس بتاعنا مغسول ونضيف زي الفل، ومقطع فيه ثمرتين طماطم. هنضيف له بعض الاضافات اللي بتخلي الطعم احلى واجمل. بنضيف اهم حاجه معلقه كاري زي ما احنا شايفين كده. كمان بضيف ليه معلقه الكزبره الناعمه. اهم حضرتك ممكن تضيفي ليه، وزي ما احنا زي ما حضرتك شايفه كده 7 بهارات انا بضيفها ليه. حبايب قلبي كمان احنا ممكن نضيف ليه حاجات بتديله قيمه غذائيه عاليه، وكمان بتديله التقل، او يعني بتخلي العدس مش خفيف. حاجة زي ايه احنا انا نسيت اصورها مع لحضراتكم. ممكن اهم حاجة برضو المعلقة الملح زي ما احنا شفنا. الحاجة دي اللي بتكلم عنها ثمرة بطاطس، او ممكن تستبدليها بثمرة بطاطا. زي ما احنا شايفين انا هنا حاطة ثمرة بطاطا. طبعا البطاطا كتير اليومين دول هتدي لها طعم جميل، وكمان في نفس الوقت بتدي لها لون جميل جدا. يعني انا فضلت ثمرة البطاطا دي عن ثمرة البطاطس. حضرتك ممكن تقطعها شرايح. انا البطاطا دي كانت عندي مسلوقة، حطيت منها واحدة ثمرة بطاطا. كل ده بنرفعه على النار زي ما احنا شفناه وبنغليه. بعد كده بضربه في الخلاط بتاعي او في الكبة زي ما احنا شفنا. كل المكونات دي مع بعضها بيديني التقل الحلو زي ما احنا شايفين ده. نسيت اقول لحضراتكم ان انا كمان بضيف لي للمكونات بتاعتي بصل وتوم ني، وبرجع بعد ما بضربه في الكبة برفعه تاني على النار، بديله غلوة تانية. وفي نفس الوقت العدس بتاعي بيغلي فيه على النار، انا بكون جهزت جنب منه الشعرية بتاعتي، بحمر الشعرية بتاعتي على النار. زي ما احنا شايفين كده ما بكترش الزيت عليها عشان ما تبقاش مليانة زيت كتير. انا ما بحبش الزيوت دي تبقى كتيرة في الاكل. بفضل اقلب فيها ايدي في الشعرية وهي على النار، لازما افضل اقلب فيها عشان ما تتحرقش مني، ما تبقى لونها دهبي كده. وبعد كده انا بضيفها اهو زي ما احنا شايفين كده، بضيفها وايدي برضو بتفضل بقلب في العدس بحيث ان الشعرية بتاعتي ما تتكتلش تحت في قاع الحلة بتاعتي وتتحرق مني او تتلسع. وانا بقلب كده برضو في رغاوي على وش العدس كده، انا بشيلها بالمعلقة. يعني بشيل الرغاوي اللي على الوش دي زي ما احنا شايفين كده وبرميها. مش بياخد يعني بعد ما بحط الشعرية بتاعتي مش بياخد وقت كتير، يعني حوالي 10 دقايق، وبيكون طبق العدس اللي احنا شايفينه ده بيكون جاهز بعد ما بحط الشعرية، لان الشعرية مش بتاخد سوا كتير. حضرتك ممكن الأولاد تحمر لهم جنب الطبق العدس ده، ممكن تحمر لهم عيش، تعمل لهم عيش محمص يعني. ممكن ياكلوه بالعيش كده، ممكن يتشرب بالمعلقة، ممكن أنا عندي الأولاد بيحبوا ياكلوه جنب الرز أو يغمسوه بالرز. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.